أشرف صباح اليوم والي ولاية بشار السعيد بن قامو على مراسيم انطلاق الدخول الرسمي للتكوين المهني دورة أكتوبر 2023-2024. تفاصيل أكثر مع الزميل بن شيخ عيسى. اليوم رانا نشاهدوا دخول دورة أكتوبر 2023 على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني مبخوتي لحسن عفوا على مستوى ولاية بشار، واللي شهد الانطلاقة الرسمية لدخول هذه الدورة. هذا الدخول هذه المرة كان نوعا ما استثنائيا نظرا لتقنية التحاضر المرئي اللي كانت من قبل السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين من ولاية بسكرة. كذلك كان فتح أو التطرق إلى مجال الرقمنة، ويعني المدى اللي لحقت ليه على مستوى القطاع، وفتح باب النقاش أمام السادة السلطات المحلية للولاية وكذا فعاليات المجتمع المدني، وهذا لأخذ صورة على ما وصل إليه القطاع خاصة في هذا المجال. بالنسبة لدخول هذه الدورة وككل يعني مرة يشهد قطاع التكوين والتعليم التعليم المهني لولاية بشار بعض التخصصات الجديدة والتي تلائم طبيعة المنطقة وتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشراكة، طبعا بالموازاة مع الحركية التنموية التي تشهدها ولاية بشار خاصة في المجال الصناعي كما أسلف ذكر السيد الولي. بالنسبة للتخصصات الجديدة عندنا آليات الضبط، يعني تخصص جد مهم، كذلك البنايات الأمثل للبنايات، كذلك عندنا زراعة الخضروات. الملاحظ من كل هذا أن هناك تنوع طبعا للاستراتيجية والسياسة التي تنتهجها السلطات المحلية في هذا المجال. ربما الشيء الأبرز والشيء المهم في هذا الشيء هو يعني تخصص السكك الحديدية، والذي لقى إقبالا كبير الحمد لله. تخصص السكك الحديدية وبالتنسيق مع الوزارة المعنية تم إدراجه فيما يخص تكوين تأهيلي خاص بالمستفيدين من ناحية البطالة، اللي راح يكون في الأيام القادمة. نحن بصدد إنجاز الترتيبات والتنسيق ما بيننا وبين إخواننا من وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الخصوص من أجل إدراج أول دفعة لذلك.